النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه كان يقول: استغفروا الله واتوبوا إليه فإني أستغفر الله وأتوب إليه في المجلس أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. يعني النبي لو قعد في يوم كده 5 مرات ب500 استغفار. النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أصلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حابب يعلمنا رسالة، وحابب يورينا رسالة عملية، إن الإنسان دايما يكون في علاقة مع ربنا سبحانه وتعالى، يكون في ذكر مع ربنا سبحانه وتعالى، استغفار وتسبيح وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحوقلة وكل الأذكار ديت الإنسان لابد وأن يواظب عليها، لأن ديت حياته، بها حياته. أنا دلوقتي هعمل صوبيا على طريقتي الخاصة بقى، مش دعوة بأي حد. يلا بقى نشوف إيه مكونات الصوبيا إيه بالظبط. أنا جايب بتاع نقول 500 لتر لبن. حلو الكلام. عندي تاني عندي بالصلاة على النبي 4 أكياس اللي هي الصوبيا العمان 4، و2 بقى ايه، و2 كريم جانتيه. المهم بقى ايه، وفي بقى جوز هند احط بس ايه يعني حاجة بسيطة. ماشي، نطلع بقى الخلاط. حلو الكلام. طلع الخلاط، ادي الخلاط. بسم الله. شغال. بسم الله. احنا محتاجين سكينة. اوكي، نغطي اول نص لتر. اول نص لتر. خش بقى على النص التاني. ده برضو في ناس بتعمل صوبيا اصلا بالمية، مية وسكر ونشا، يقول لك صوبيا. اشربكوا بقى الصوبيا على اصوله. زي الفل زي الفل. وادي 3 لتر. مكتوب صحتك في العلبة دي، هي على صورة الولد ده. صحتك في العلبة دي. ماشي. احط بقى ايه، احب احط 4 اكياس. يقول لك الكيس 1 لتر، انا بحب احط 4، بحبه مركز شوية. ماشي، هذا اول كيس. بسم الله. وادي تاني كيس. وادي تالت كيس. وادي ربع كيس. اوبا. حلو الكلام. نحط بقى 2 ايه كريم جانتيه.
ريحة خطيرة، ريحة قبل ما تتضرب يا نهار أبيض، تطلع حاجة عظمة في الآخر إن شاء الله، إن شاء الله تطلع حاجة عظمة في الآخر. ريحة خطيرة، ريحة وهم. إيه مالك لازم أنا أجيب الكيس كده تبقى هنا قدام الناس أهو يا ستي. لازم تعزلكي بقى بس معايا، احنا صايمين والله، صايم وشايم ريحة. يلا الحمد لله قدرنا بس الحاجات دي في ايه، في الزبالة عشان ما نتنفخش. انا ممكن احط جوز هند نص معلقة او معلقة صغيرة تمام. حلو أوي معلقة، حلو أوي، ده عسل، ده لوز سنة بس. اللي مش حابب يحط أصلا جوز هند ما يحطش، أنا حاطه كده أنت فاهم، بيدي تيست يعني في الطعم في الصوبيا. بس خلصنا كده، نقفل كويس عشان ايه احسن الفطار دلوقتي. جاهزين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اوبا، تعالي الفولد بقى العالي، تعالي الريحة، الريحة فظيعة. والله من صايم. احنا بقى دلوقتي في مرحلة ايه، صب الصوبيا في الازازة دي عشان تسقع معانا بقى، عشان نشربها على الفطار بإذنك يا رب. هي دي بقى الصوبيا بقى، القوام ايوه يا معلم. تم تجهيز الصوبيا، نشربها على الفطار ان شاء الله. اللهم اني صايم، ريحة مفحفحة الصراحة. انا لسه دلوقتي اصلي الفجر، بحب اصلي الفجر في الجامع، يعني بتديني راحة نفسية بصراحة صلاة الفجر بالذات. يعني لما نصلي صلاة الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. أنا بحب أصلي الفجر في مسجد عموما يعني لو في فرصة إن أنا أصلي في بيت الصلاة في الجامع أصليها عادي، لأن راحة نفسية بصراحة. زي ما أحد العلماء كان بيقول الإنسان مكون من جزئين، صح؟ الإنسان من جسد وروح، يعني خلق من جسد وروح. فبقول الجسد منين خلق؟ من إيه؟ من طين، من الأرض. فبقول اللي خلق من الأرض غذاؤه في الأرض، بيخرج لك بقى نبات وأطعمة وأشربة، دي كلها منين؟ من الأرض، لأن جسدك بيتغذى على هذه الحاجات لأنه خلق منين؟ من الأرض. طب الذي خلق من السماء الروح، اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، عن سيدنا آدم عليه السلام، فقعوا له سجدا. غذاء الروح دي فين؟ اللي خلقت من السماء، غذاءها في السماء، غذاءها في القرآن اللي نزل من السماء، الأذكار اللي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم من السماء. لذلك تلاقي الإنسان اللي هو دائم الذكر لله سبحانه وتعالى، دائم التعبد. أول حاجة عايز أتكلم فيها إن أنا أولا أنا بتكلم عن نفسي.
انا ما كنتش بصلي خالص. انا وعدت ربنا في شهر رمضان ان شاء الله ما اقطعش ولا صلاه نهائي. قبل كده والدتي كانت بتقول لي يا ابني صلي عشان ربنا يكرمك، يا ابني صلي عشان انت لو نفسك في حاجه ربنا يقف جنبك، ربنا يبقى معاك على طول، ربنا ما ينساش عباده. يقرب من ربنا، ان انا بعيد عن ربنا جدا، مؤسف في حق ربنا الحمد لله الحمد لله يعني بفضله ما كنتش وصلت اللي وصلت له يعني الحمد لله يعني. فهو بيقرب مني وانا ببعد عنه، ما ينفعش. وكمان كل يوم بيناديني خمس مرات، فجر ظهر عصر مغرب عشاء. نفسي اكون مع ربنا كل يوم عشان ربنا يكرمنا، ربنا يعني يغفر لنا، ربنا يسامحنا، ربنا يبارك لنا في اللي احنا بنعمله، في شغلنا، في صحتنا، في رزقنا عموما. يحط هدف معين ان هو ايه، يصلي ما يقطعش صلاة، يصلي ال5 فروض بتوعه ما يقطعش خالص. لان اول حاجة نسال عليه الصلاة. انا كان نفسي يعني شهر رمضان ده يفضل طول السنة، عشان انا في شهر رمضان بحس ان روح تانية، شهر بركة فعلا، شهر خير، شهر ان انت ممكن تتغير للأحسن. فحسيت ان شهر رمضان يعني مش حسيت اكيد يعني شهر رمضان انا لازم انزل فيه القرآن. ما كنت اتمنى ان شهر رمضان ده يفضل السنة كلها، واسرع شهر بيجري يعني. احنا دخلنا اهو في ال10 الاواخر من رمضان. الايام الخير وايام البركه بيعدوا بسرعه فعلا. بس احنا كمسلمين لازم نقرب من ربنا، لازم نصلي، لازم عشان الصلاه دي هنتسأل عليها في يوم القيامه. اول حاجه نتسأل عليها يوم القيامه الصلاه. فانا وعدت ربنا ان شاء الله ان شاء الله ربنا يثبتني على الصلاه، انا ما اقطعش ولا صلاه، ربنا يكرمني ان شاء الله. انا كمان بحب اصلي صلاه خصوصا الفجر في المسجد. يعني الحمد لله انا يوميا بدون مقاطعه بنزل يوميا اصلي صلاه الفجر في الجامع. بحس براحه نفسيه قبل ما انام بصراحه، برتاح، جو تاني صلاه الفجر ده. لان من صلى صلاه الفجر في جماعه فهو في ذمه الله. يعني انت لو رحت صليت الفجر في المسجد وروحت ربنا افتكرك، انت في ذمة ربنا. انت اخر حاجة عملتها ان انت رحت صليت الفجر في جماعة. ربنا يكرمها لنا يا رب، ويحسن حسن خاتمة يا رب يا رب. في حاجات بالنسبة لي اتغيرت تغيير كلي. الحمد لله شايف ان انا احسن من الاول بكتير من حيث كل حاجة. الحمد لله يعني ربنا كبير، والله العظيم صلي، ربنا غفور رحيم، ربنا غفور رحيم. بس ابدأ بالصلاة. ما اقدرش اقول لك صلي، ما اقدرش اقول لك ابدأ صلاة والكلام ده. اللي عايز يصلي والله يبقى من نفسه. انا اخدت القرار من نفسي، محدش قال لي ولا حد خدني غصب عني ان انا لا روح صلي، لا، خدت القرار من نفسي. لأن والله أول حاجة نسأل عليها الصلاة والله. فربنا يغفر لنا ويرحمنا برحمته يا رب. وأنا الكريم عليكم. كان في أحد السلف يعني اسمه أبو محمد العجمي. الراجل دوت جاله واحد وكان الراجل ده رايح الحج، تمام؟ جاله ساب له قال له 40,000 دينار خذوا مشتري لي بيهم بيت وأنا ذاهب إلى الحج. قال فإن عدت من الحج ورأيتك قد اشتريت بيتا خلاص أنا رضيت بالشراء بتاعك. قال وإن عدت فوجدتك لم تشتري بيتا أخذت مالي. وذهب الرجل للحج، وأبو محمد العجمي ده عمل إيه؟ قعد يفكر، فقال والله إني لأرى أن أستغلها له وأشتري له بها بيتا في الجنة. طب ازاي هتشتري له بها بيتا في الجنة؟ تصدق بها كلها على الفقراء، صدق بال40,000 على الفقراء. قال فإن جاء ورضي خلاص فبها، وإلا رددت إليه ماله، هتصرف أجيب له فلوس من أي حتة وادي له فلوسه.
فلما رجع الرجل من الحج قال: ما فعلت؟ قال: اشتريت لك بها قصرا وارث الظلال. قصر ايه عظيم جدا. الراجل اول ما سمع الكلمتين دي عرف ان الرجل دوت ابو محمد عمل ايه؟ تصدق بالمال. قال لامرأته: لقد تصدق حبيب بالمال. قال: ماذا فعلت بها يا حبيب؟ قال: تصدقت بها على الفقراء. قال: وإني قد رضيت بشرائك على أن تكتب لي بذلك كتابا، إن أنت تكتب لي كتاب على نفسك فعلا إن أنا اشتريت بيت في الجنة من ربنا للراجل دوت اللي أنا اديت لك 40,000. فأخذ قلما وورقة وقال: هذا دين من محمد، من حبيب أبي محمد، إلى صاحب 40,000 إلى الرجل دوت. قال: أني قد اشتريت له من الله بيتا في الجنة، وإني أرجو من الله، وإن حبيبا يرجو من الله أن يسد عنه دينا. يقول: فأخذ الرجل هذا الكتاب، ولما كان بين السكرات خلاص بقى جه يموت، قال: في المكان الفلاني في كتاب دين واخده من حبيب أبو محمد إن هو اشترى لي بيه بيت في الجنة عند ربنا سبحانه وتعالى، إذا أنا مت فكفنوني وضعوا هذا الكتاب بين الكفن وبين جلدي، لا عشان أخرج لربنا سبحانه وتعالى لما قابل ربنا أقول: يا رب دي كتابة هو الدين من حبيب أبي محمد، إن يا رب حبيب مشتري لي بيت عندك في الجنة، أنا عايز بيت دلوقتي يا رب. فعلا لما مات كفنوه ووضعوا هذا الكتاب بين جلده وكفنه وكفنوه. فلما دفنوه وجدوا على القبر كتابا أسودا لم يكن موجودا قبل أن يدفنوه. الناس دفنوه في القبر ما كانش فيه أي حاجة، بعد ما خلصوا الدفنة بيبصوا لقوا على القبر كتاب أسود مكتوب فيه بغير مداد، بغير حبر، مش مكتوب فيه حبر، منقوش كده، الكتاب منقوش نقش، مكتوب فيه: هذا كتاب من الله عز وجل في سداد دين حبيب أبي محمد، وإني قد أعطيت الرجل القصر فور دخوله القبر. الله أكبر. قال: وإني قد أعطيت الرجل القصر فور دخوله القبر. فكان حبيب أبو محمد يقلب بهذا الكتاب وجهه ويمرغ فيه وجهه ويقول: فكاك أسري وسداد ديني من ربي جل وعلا. شوف الإنسان اللي حاله مع ربنا سبحانه وتعالى ربنا بيعمل معاه إيه؟ لدرجة إن ربنا ينزل له كتاب يبرئه فيه ويسد عنه دينا. فعلا في كده، في فعلا كده، وربنا سبحانه وتعالى يفعل لعبده المؤمن يمكن أكثر من كده، لكن الإنسان ينشغل بالله سبحانه وتعالى بس. ربنا سبحانه وتعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.